ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده مختلف عن الحاجات اللي فاتت، كلها كانت ريليت باسنان. كل الناس اللي في جامعه او في مدرسه دلوقتي في اجازه نص السنه. اللي انا بتكلم فيه ده حاجه من وجهه نظري انا، هي ملهاش صح وغلط. كل واحد من حقه ان هو يستمتع باجازته بالطريقه اللي هو بيعملها، بالطريقه اللي بتريحه، بالطريقه اللي بتبسطه. فاللي انا هقوله لكم النهارده هي كانت الطريقه اللي كانت مريحاني جدا 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 في الاجازه، وكمان اكتشفتها على مدار الجامعه والمدارس، وكان نفسي ان حد يقول لي الكلام ده. كل الناس تيجي تقول لكم لازم تستغلوا الاجازه. اي ثينك ان انا حتى ممكن فيديوهات زمان كنت بقول ده عشان هو ده اللي كان بيتقال لي وهو ده اللي انا كنت بسمعه. بس يقول لك لازم تستغل الاجازه، ما ضيعش الاجازه دي ابدا، لازم تكون عامل وعامل وعامل. اقرا. بصوا يا جماعه، الجولدن رول اللي انا هقوله لكم، ما تضغطوش نفسكم في اجازه ابدا 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 ابدا. الاجازه دي فعلا هي حاجه انتوا محتاجين تفصلوا فيها عشان الواحد يستجمع قوته. كل اللي حصل له واتداس عليه في الامتحانات وفي السمستر او الترم اللي كنتوا انتوا فيه، عشان الواحد يبدا يكون ريفرشد ويبدا الاجازه كده زي ما بيقولوا على نظافه ودماغه كده فايقالها. اول حاجه انا عايزه اقولها لكم هي ان انتوا ما تضغطوش نفسكم في الاجازه خالص. اقرا. لو انت بتحب تقرا او انت بتحبي تقري، اقري، مفيش مشكله، بس تبقيش انت خلاص مش قادره. والواحد كان بيقرا بما فيه الكفايه في الترم اللي فات، وقرايه لحد ما عينك وجعتك، وتيجي بقى تضغط نفسك اللي هو انا محتاجه اخلص الكتاب الفلاني. الا لو انت بجد بتحب ده. يعني الناس اللي بتقول ما احنا بنقرا عشان نستفيد عشان احنا ما عندناش وقت نقرا في الجامعه، مفيش مشكله خالص. بس لو انت مش بتحب القرايه او انت مش متقبلها او انت مش قادر، على فكره لو قريت مليون كتاب ولو قريت كتاب واحد والله العظيم ما هتستفيد الاستفاده اللي انت متخيلها. عشان الواحد بيريتش ليفل ان هو دماغه بتقفل، تحسوا ان كده فيه شات داون حصل الدماغ بتبقى قفلت. فبجد لو انت مش قادر ما تقراش، ما تحسش ان الناس اللي حواليك والكوميونتي اللي حواليك والبريشر اللي على السوشيال ميديا ان انت لازم تقرا عشان تبقى ناجح، لازم تعمل عشان تبقى ناجح. صدقوني يا جماعه الاجازه دي هي بتبقى اجازه نص سنه، اسبوعين، حاولوا ان انتوا تريلاكس فيها، وهقول لكم ازاي تستغلوها بالطريقه الصح فعلا. كل اللي انا هقوله لكم ده انا حاجه بتخليني انا افصل ما بين فتره الترم والترم التاني. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا كنت دايما بحاول ان انا اظبط سفريه. انا عارفه ان الناس كتير قوي بتيجي تقول لي احنا ما بنبقاش عارفين مثلا نسافر مع صحابنا، الحاله الماديه وحشه. والله العظيم يا جماعه يوم واحد بس، روحوا اسكندريه صد رد، روحوا انتوا واهلكم، روحوا انتوا واخواتكم، اعملوا اي حاجه. بس فعلا السفر دي هي الحاجه الوحيده تقريبا اللي بتبقى مختلفه ان الواحد بيعملها ما بين الدراسه وما بين الاجازه. يعني انت في الدراسه صعب قوي ان انت تلاقي نفسك بتسافر، لكن في الاجازه بجد اجازه نص السنه دي انا كنت دايما 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 احاول ان انا اظبط فيها سفريه. زي ما بقول لكم حتى لو يوم واحد اسكندريه صد رد. طبعا يعني بقى البيرفكت لو انت يعني رهيب وقادر ان انت تسافر حته بره مصر وبتحوش والكلام ده، وانت في الحته دي اصلا وداخل فيها، طبعا اعمل كده. لو انت ما تقدرش ممكن ان انت تسافر جوه مصر، تجمع صحابك، تجمع عيلتك، وتتفقوا وتظبطوا سفريه. يا جماعه سفريات الاقصر واسوان في نص السنه، سفريه سيوه، سفريه مرسى علم، في كميه سفريات جوه مصر. هي مصر مليانه. وبصراحه حته السفر جوه مصر دي ده مش مكاني ان انا اتكلم فيه. في بلوجرز كتير قوي بتوع سفر حتى جوه مصر، بس فانتوا دول بقى انتوا تابعوهم عشان انا مش هقدر ان انا اقول لكم حاجه على الحته دي. بس بجد سفريات عندكم الغردقه، عندكم شرم الشيخ، عندكم دهب، في كميه حاجات. احنا عندنا في مصر كميه سفر رهيبه. لو قدرتوا ان انتوا تعملوا ده في اجازه نص السنه اعملوا كده. واللاست اوبشن بقى خالص ما قدرتوش، حاولوا ان انتوا تسافروا زي ما بقول لكم يوم صد رد. انا شايفه الناس كتير قوي بتسافر الفتره دي اسكندريه، تروح يوم صد رد وترجع، تبقى تغيير جو، تغيير مكان. الواحد كده بيحس ان هو غير الهواء اللي بيتنفسه، فبجد بتاثر على المود بتاعك. طب الاء احنا فعلا اوبشن السفر ده مش متاح عندنا، اعملوا اكتيفيتيز جوه القاهره. في حاجات كتيره قوي قوي قوي، ويا جماعه بجد الحاجات مش محتاجه فلوس. يعني انا مثلا واحده كنت بحب الزمالك جدا، كنت لازم في كل اجازه نص سنه، والله اللي متابعني من زمان هيلاقي نفسه بيشوف الفيديوهات دي. انا زي كاني كنت بعملها في فلوجز، والحاجات اللي كنت بعملها في اجازه نص سنه انا دلوقتي كاني جمعته لكم بس، وبقول لكم بتكلم مع صحابي ان انا بقول لهم ممكن تعملوا ايه. والحاجات دي فعلا 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 انا اكتشفتها، وكان نفسي حد ان هو يقولها لي. اخرجوا، روحوا الزمالك، النيل والمعادي، الحته كده بتبقى برضه على النيل، تحس ان الواحد غير جو، شاف مناظر مختلفه.
في خروجات كتيره قوي ممكن تعملوها، ولو انتوا عندكم اوبشن ممكن تقدروا ان انتوا تفيدوا بعض وعندكم خروجات ممكن تكونوا خرجتوها قبل كده، ممكن تسيبوها تحت في الكومنتات عشان الناس فعلا تستفيد منها. انا مثلا في مره كنت رحت برج القاهره، بحب جدا اروح اتمشى في الزمالك، ممكن تروحوا تركبوا فلوكه في الزمالك. كل الحاجات دي والله يا جماعه هي مش مكلفه على قد ما هي بتخليكم تغيروا جو. فكره ان انا اقول لكم مثلا جماعه انزلوا اخرجوا مع اصحابكم اقعدوا في مطعم، كلنا شايفين الدنيا واللي بيحصل فيها، والموضوع ده بقى مكلف جدا جدا جدا. ده غير بصراحه قعده الكافيهات يعني مش حاجه ممكن في ناس برضو على فكره بتحبها وبالنسبه لها هي خروجه مثلا ان هي تروح تجرب اكله جديده او حاجه. لو انت برضو بتحب كده زي ما بقول لكم، هو الموضوع ما فيهوش صح او غلط، انا كل اللي انا بتكلم فيه ده هي تجربتي الشخصيه والحاجه اللي انا بحبها، فبقولها لكم يمكن افتح دماغ الناس على حاجات معينه تكون كانت واقعه منها. اعمل اللي انت بتحبه، اي حاجه انت بتحبها اعملها. عارفين برضو في خروجه بحس نفسي كبرت قوي لما بقول الحاجات دي، انزلوا اخرجوا في النادي. والله العظيم زمان وانا صغيره لما اقول لبابا وماما مثلا انا عايزه اروح سيتي ستارز مع صحابي، انا عايزه اروح الفود كورت مع صحابي، لي حبيبتي ما تروحي النادي. كنت بحس بقى لا دي خروجه مش روشه، دي خروجه وحشه جدا، دي خروجه الكبار. دلوقتي بجد بقيت انا لاصحابي طب يا جماعه ما تيجوا نجمع بعض كده ونروح النادي. النادي يا جماعه اختراع اختراع اختراع، ده تغيير جو، مناظر كده ولاندسكيب بتشوفوها حواليكم، بتشربوا وبتاكلوا بجد بطريقه يعني الموضوع ما بيبقاش مكلف. يعني اسعار النادي كده كده بتبقى ارخص. خروجه النادي يا جماعه هي اختراع، فبجد اخرجوا في النادي وهتغيروا جو جامد جدا جدا جدا. عارفين يا جماعه برضو لو انتوا بتحبوا القرايه والكتب او كده، روحوا معرض الكتاب. اللي انا اعرفه ان معرض الكتاب شغال دلوقتي، فلو انتوا فعلا بتحبوا القرايه وبتحبوا الكتب وشراء الكتب دي حاجه بتفرحكم، روحوا معرض الكتاب. اي ايفنت او اي فعاليه بتكون شغاله روحوها، حاولوا تغيروا جو. فتره الدراسه الواحد ما بيبقاش عنده وقت وغصب عنه، والوقت اللي فاضي بيلاقي نفسه قاعد في البيت قاعد بيذاكر. فاجازه نص السنه بجد بتمنى ان انتوا تحاولوا تخرجوا نفسكم من البابل. بلاش 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 ارجوكم قعده البيت على السرير. قعده البيت على السرير دي مدمره، بتدمر نفسيه البني ادم، بتخليك كده انت لا عارف انت صبح ولا بالليل ولا ظهر ولا اي حاجه. احنا دلوقتي في الشتاء، انزلوا الصبح الشمس بتبقى حلوه، انزلوا الصبح كده اتنفسوا هوا جديد، العبوا رياضه ونفسكم تجربوها بقالكم فتره. دايما اقول الواحد ما بيعرفش يجرب الحاجه لاول مره خلال فتره الدراسه. يعني مثلا دلوقتي انا كنت طول عمري انتوا عارفين انا كنت بتمرن بوكسنج وكنت بلعب في الجيم، بقالي فتره طويله قوي كنت موقفه، قعدت حوالي 4 شهور وقفت جيم خالص، وكان نفسي ابدا ان انا استكشف رياضات جديده. عارفين ما تحسوا خلاص جسمكم مش قادر يتقبل الرياضه دي، فبجد كنت عايزه ابدا ان انا اكتشف نفسي واشوف رياضه جديده. في وسط الدراسه وفي وسط الكلام ده كله ما كانش عندي وقت للاكتشاف. كنت اللي اقدر عليه ان انا خلاص وانا بروح بخطف الساعه بتاعه التمرين بسرعه وبرجع، ما كانش عندي بقى اجرب ده واجرب ده واشوف هي عجباني ولا لا. كنت ببقى حاسه اللي هو انا معايا ساعه عايزه اروح اتمرن الحاجه اللي انا عارفه ان هي بتنفع معايا and that's. بعد لما خلصت وبعد ما اتخرجت وكده وكان عندي وقت فراغ، عملت ايه؟ كان نفسي جدا 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 ان انا اعمل يوجا واجربها، وفعلا عملت كده ونزلت اتمرنت يوجا وبجد بحبها جدا جدا جدا. فاي حاجه او اي رياضه انتوا كان نفسكم ان انتوا تتمرنوها او تجربوها او تستكشفوها اعملوا كده. في ناس مثلا دلوقتي بتجرب الخيل، ممكن دي حاجه تعجبكم. فالرياضه برضو مهمه جدا، حركه الجسم مهمه جدا جدا جدا. انا مش قصدي انتوا ما تقعدوش في البيت، لا كده كده يعني انا واحده اصلا بحب البيت، بس انا قصدي بلاش ان انتوا هي الاجازه هتقعدوا الاسبوعين قاعدين في البيت ما بتعملوش حاجه. صله الرحم برضو الواحد في الدراسه ما بيبقاش عنده وقت قوي ان هو يكلم اهله وعيلته ويسالوا عليهم. صدقوني يا جماعه خلاص في السن ده انتوا لما بترفعوا سماعه التليفون وتكلموا جدتكم وتكلموا عمكم عمتكم خالتكم اي حد من قرايبكم بتفرق معاهم بشكل رهيب. مكالمه التليفون مش هتاخد دقيقه من وقتك. خلينا صراحه احنا كلنا ماسكين الموبايل 24 ساعه، فبجد ارفعوا سماعه التليفون كلموا حد من قرايبكم هيتبسط جدا جدا جدا. اللي هو ايه عامل ايه الاخبار، انا بس قلت اسال على حضرتك او اسال على حضرتك، اصلا كان عندي امتحانات وحسهم ان they are a part of your life. اصلا الفتره اللي فاتت كان عندي امتحانات وكنت متبهدله والدنيا كانت وحشه قوي، فاول ما خلصت بس جيتي في بالي فقلت اكلمك اسال عليكي واطمنك. بس والله العظيم يا جماعه مكالمه هتاخدوا عليها ثواب رهيب بجد 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 بتفرق معاهم. وصدقوني هتوصلوا لمرحله ان انتوا هتبقوا their favorite. هو انتوا الشخص اللي
اللي بجد انتوا المفضل عندهم، وهيقول مفيش حد سأل عليا ولا كان في حد بيكلمني غير فلان. حاولوا ان انتوا في فتره الاجازه تعملوا كده، انتوا هتتبسطوا جدا وهم هيتبسطوا جدا. اخر حاجه دايما انا بقول الواحد مش بيحس ان سعادته او انبساطه اكتمل غير لما بيقدم حاجه، وذر انت بتقدم حاجه للمجتمع او بتقدم حاجه لشخص. فحاولوا ان انتوا يعني حاليا احنا ما بقناش في ظروف سهله قوي، والدنيا مش اسهل حاجه، لو هي الحمد لله مستوره معانا، في غيرنا بجد تعبانين جدا. حاولوا ان انتوا بقى في الفتره دي ان داخلين على رمضان، فممكن الواحد يبدا ينزل ان هو يشتري حاجات اللي مثلا هيعمل بيها اكياس رمضان او الشنط بتاعه رمضان اللي احنا بنعملها. ممكن تروح في حاجه بتتبرعوا، اللي هو بتعملوا وجبات، اطعام، تروحوا تزوروا دار ايتام. الحاجات دي بتفرق جدا 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 في نفسيتكم. وبرده الواحد في وقت الدراسه ما عندوش اللكجري بتاعه انه يعمل الكلام ده في وقت الدراسه، بس انت حاليا في الاجازه انت فاضي جدا جدا جدا، ما بتعملش اي حاجه. فعلا لو اخدت من وقتك او من الاجازه الاسبوعين بتاعك هو يوم واحد بس عملت فيه حاجه لمساعده الغير، هتفرق معاك جدا وفي نفسيتك، وهتحس برضو انك غيرت جو. في الاخر دي كانت حاجات بسيطه قوي كنت حابه ان انا اقولها لكم، ازاي تستغلوا اجازه نص السنه بتاعتكم، او الحاجات اللي انتم ممكن تعملوها عشان تغيروا جو فيها وتفصلوا. صدقوني لو عملتوا الكلام اللي انا قلت لكم عليه ده، وزي ما بقول لكم برضو this is my personal experience يعني، بس لو عملتوا الكلام ده هتلاقوا نفسكم داخلين على الترم الثاني بجد ريفرشت جدا، بجد قادرين ان انتوا تقدموا وتؤدوا فيه كويس قوي قوي قوي. محدش يفتح كتاب بجد، محدش يبص على الحاجات عشان في افكار كده، بس كان هبص على حاجات الترم الجاي. انا مش بتكلم ثانويه عامه، ثانويه عامه بصراحه انتوا الله يعينكم وربنا معاكم ويا رب السنه دي تعدي على خير، بس افصلوا 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 افصلوا. برضو بتوع الثانويه العامه يعني على الاقل خدوا لكم اسبوع اجازه او حاجه تفصلوا فيه. وبس كده، يا رب تكون التبس دي نفعتكم او استفدتوا منها. ولو في اي فيديو عايزين اتكلم عن حاجه معينه او عايزين نرغي كده في حاجه معينه، بقيت بحس ان قناه اليوتيوب دي بس انا بطلع كده ارغي فيها معاكم، سيبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.